السلام عليكم ومرحبا بكم على وصفات بلكيتشري الطبخ والحلويات. رفيس التونسي برستيج هي وصفة تقليدية المقترحة نهار اليوم. قبل ما نبداو في الوصفة نتمنىكم تدعموني بعمل شير لايك وكذلك تعليق والاشتراك في القناة. لاحظوا وصفتنا نهار اليوم اللي نقترح عليكم الملائمة للمناسبات السعيدة للمهيبة للمولد النبوي وكذلك المزيود، كل مناسبة سعيدة. هذه مقادير رفيس التونسي برستيج، هي يعني وصفة تقليدية غوفيزيتي. نحتاج هنا عملتها بمقادير مضبوطة، نحتاج 500 غرام من السميد المتوسط. أنا استعملت ماما متوسط. نحطوه في هكا في صينية نعملو نحطوه مباشرة إلى الفرن على درجة حرارة 180. نشعلو على الفرن من الأعلى فقط، وفي كل مرة نحركه بالملعقة من الخشب حتى نتحصلوا على اللون هذا الذهبي الغامق. لاحظوا يعني نحمروه جيدا، نحمصوا السميد تاعنا. كما تلاحظوا قلت نفتحوا الفرن من الأعلى فقط وعلى درجة 180 ونبقاو نحركوا فيه حتى يتغير لونه ويرجع ذهبي غامق. هذا هو اللون. ثم بعدها مباشرة نغربلوه هكذا بغربال أو صفاية مثل هذه هكذا حتى نكملوه. وهو يعني ساخن أو دافئ نضيف له باقي المكونات. هنا يعني مثل ما قلت لكم اقترحت عليكم الوصفة، هنا مقادير مضبوطة حتى اللي مش مولفين يعني يعملوا هذه الوصفة يتحكموا في المقادير. في جفنة أو قصعة نحطوا 500 غرام من السميد المتوسط المحمص جيدا والمغربل، ونضيفوا له 125 غرام من الزبدة الحرة. من الأحسن الزبدة الحرة حتى يكون ذوقه رائع. ثم نضيف له 175 غرام من الغرس منقي وجيدا، و50 غرام من المكسرات، أي مكسرات عندكم، حمصة مرحية رقيقة، 50 غرام من العسل، و2 ملعقة أكل من البراليني اللوز. يعني وهذه إضافات برستيج. أنا اشتريت البراليني، يمكن أنكم تجهزوا البراليني في المنزل. رشة ملح يعني جيدة، يعني رشة مليحة من الملح حتى ما يكونش صامت الرفيس تاعنا. ونضيفوا 3 ملاعق أكل من الحليب بدرجة حرارة الغرفة. هنايا العسل اللي هي 50 غرام من العسل و3 ملاعق إلى 4 ملاعق أكل من الحليب، هما محسنات يعني يخليو الرفيس تاعنا طري لأكبر مدة ممكنة. إذا كان راح تستهلكوا الرفيس في نفس اليوم أو بعدها بيوم تضيفوا الحليب. إذا كان راح تطولوا وحتى تستهلكوا رفيس تستغناو على الحليب. ن ن نعجنوا جيدا الرفيس تاعنا، يعني السميد نخلطوه جيدا مع باقي المقادير، نعجنوه جيدا. إذا تحبوا تضيفوا أكثر من 175 غرام من الغرس يمكنكم كذلك. إذا تحبوا الغرس أكثر في الرفيس تاعكم ضيفوه. بعدها مباشرة يعني هنا قلت لازم السميد يكون دافئ أو سخون حتى يمتزجوا جيدا باقي المكونات، والغرس كذلك لازم يكون طري جدا. ثم نعملوه في مول هذا البرستيج متوفر في الأسواق. المول اللي عندكم أنا اقترحت عليكم 3، نتوما تعملوا المول اللي تحبوه. اقترحت عليكم 2 من المول، ولا كذلك المول هذا الخاص بالمعمول على شكل قلب أو هلال أو أي شكل. لاحظوا كنضعوا كمية ملائمة في المول، ثم يعني تديموا له يعني بكل سهولة الرفيس تاعنا. نكملوا كامل الكمية. أنا عملت نوعين، النوع البرستيج يعني حتى نزينه، والنوع العادي نستهلكوه. يمكن البرستيج يعني تديهم هبة لعروس أو يعني في عرضات أو في المولد النبوي أو كذلك في يعني الحفلة نتاع المزيود. بالنسبة للتزيين نحتاج مكسرات اللي عندكم في البيت وسيريز كونفي أو الكرز المصبر. ونحتاج في كاسرونة نضع 2 ملاعق أكل من الجليكوز و2 ملاعق أكل من العسل. ندوهم مباشرة إلى النار حتى يهزوا الغلية، يعني يسخنوا قليلا. ثم مباشرة نضع فيهم المكسرات يعني حتى يلتصقوا، يعني نعرفوا أن الجلوكوز نستعملوه كغراء لتزيين الحلويات مع العسل. نخلطوه جيدا
وفي كل حبة من حبات الرفيس تاعنا البريستيج نضعو في الوسط الأنواع تاعنا اللي هنا عملت هنا الجوز، أنصاف الجوز وحبة لوز أحمر وحبة نواة كاجو حبة فستق، وكذلك الكرز المصبّر، يعني يتلصقوا ما يتحركوش ويعطونا منظر رائع للرفيس تاعنا. نكملوا كامل الحبات. بالنسبة للشكل الثاني اللي هو شكل القلب نخلّيه سادة، يعني شكله يعني رائع ويعني بريستيج كذلك. ننصحكم أنكم تجربوا هذه الوصفة رائعة، والبراليني اللوز زاد له إضافة رائعة وبنة، وفي الأخير نقول لكم شهية طيبة.